السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. النهارده هنحلق الزبون، هنغير له القصة دي خالص. النهارده هو عنده يوم مناسبة مهمة، بس عنده مشكلة هنا في الراس من ورا. تعالى هنا بعد إذنك يا محمد. وعنده من هنا المنطقة اللي تحت دي كلها خفيفة، فهو عايز قصة تناسب المشكلة اللي عنده. النهارده إن شاء الله هنعمل له القصة اللي تناسبه. اتفضلوا معانا. هنبدأ مع بعض يا جماعة. بعد ما قسمنا الشعر، هو هيرفع جنب واحد بس. هنشتغل بالمكنة الزيرو مسح الصغيرة. هنبدأ بالكيرف اللي قدام دوت، هنقسمه 2 وهنطلع بخط بسيط كده لفوق، وبعد كده نرسم بيه الكيرف على برا. ما ينفعش نمشي عدل، لازم ننزل بانحناء بسيط فوق الشعر الخفيف اللي عنده. نفس اللي عملناه في الجنب اليمين هنعمله في الجنب الشمال. ونتقابل. نشيل بقى اللي تحت بالزيرو المسح كله. اهم حاجة ما نفوتش شعر خالص. ونرسي المكنة يعني بانتظام على الشعر، علشان خاطر مستوى الشعر يطلع كل واحد، ما يبقاش حتة تقيلة وحتة خفيفة. التدريجة لما بتتعمل بالزيرو المسح الصغير دوت بتبان جميلة جدا. هنبدأ بقى ندرج. ده رقم 1. هنعلى بمقدار بسيط جدا، مقدار صباع من ايدينا. هنمشي على مقدار الصباع دوت للجناب كلها، بس هتوسع شوية من ورا، بحيث ان التدريجة من ورا تبقى اوسع من تدريجة الجناب. هنشتغل بقى بالدرجة النص، نضيع بيها رقم 1، الحز اللي عمله رقم 1. الزبون ده يا جماعة شعره خفيف، خفيف جدا، والشعرية بتاعته ملفوفة. بتبقى صعبة شوية في تدريج الشعر الخفيف ده، بالذات لما بنيجي نبدأ بالزيرو خالص. الخط بيروح بصعوبة، بس لازم نمسحه. شعره فيه قشر شوية علشان هو بشرته دهنية، وكمان احنا في فصل الشتاء، فالشعر عامل قشرة. هنتكلم عنها في حلقة جاية إن شاء الله. أهم حاجة واحنا بندرج تكون إيدينا خفيفة جدا، علشان المكنة تمشي معانا بسلاسة، وما تحكش في راس الزبون، والزبون كمان ما يتألمش. لازم الزبون وهو قاعد بيحلق لازم يكون مرتاح لشخصيتك أولا، مرتاح لنظافة المكان ثانيا، مرتاح لنظافتك ثالثا، مرتاح لنعومة وخفية إيدك. كده احنا شغالين بالربع اليمين أو الربع الشمال من المشط، علشان نضيع الحز.
أنا كنت شغال بنص، دلوقتي رفعت الدراع نص المستوى، يعني يعتبر شغال بربع عشان أضيع الحز. دلوقتي أنا شغال بالزيرو، في حز صغير جدا، ده الجزء اللي أنا شغال بيه، ربع المشط اليمين. دوت بتقل ايدي فيه سنة علشان خاطر ينزل بالجلد لجوه ويجيب المستوى اللي أنا عايزه. هنا هنشتغل بمشط رقم 2، هنشيل بيه الجزء العالي اللي فوق، مش هنشيله كله عشان نعمل حساب الكيرف اللي هيبقى تحت الخط، لازم يكون أطول من المستوى اللي تحته شوية. بعد كده هندرج الحز الأسود ده بمشط رقم 1 وننزل الدراع، أصبح الدرجة اللي معانا هي 1.5. شغل المكنة بيدي إمكانية واحترافية عالية جدا في التدريج، وبيدي للحلاق راحة كمان، بيخلص شغل المفروض هيخلصه بالمقص في وقت كبير، المكنة بتخليه يخلصه في وقت قليل جدا. ده الفرق يا جماعة بين المقص والمشط. هو المكنة يعني علميا اسمها ايزي كات، اما المقص يعني استخدامه كات، هو بيقطع. ايزي كات يعني سهلة القطع، بتوفر عليك مجهود كبير جدا هتعمله بالمقص. بس برضو بنقول الفنان شغله بيبان في المقص. ننضف بقى التدريجة علشان نشوف لو في حاجة فايتة مننا كده أو كده، نعيد عليها عشان التدريجة تطلع سليمة. بالمشط الزيرو المسح ونظبط الخط بتاعنا، وبعد كده نشيل الزيادات اللي فوق مستوى رقم 2 اللي هي بتاعة الكيرف، عشان تدي الشكل بتاعنا من وش الزبون، تديله تانية بسيطة كده، ما تخليش الراس رفيعة من فوق. كده احنا بنسيح المستوى الطويل على المستوى القصير، طبعا واحنا طالعين بالمشط والمقص على مفيش، بحيث ان احنا ندي لشكل الراس من فوق عرض، نخليه شكلها عريض منخليش شكلها رفيع، لان احنا لو رفعنا من فوق هتبقى شكل الوش نازل رفيع على تخين على رفيع، وده ساعتها هيبقى شكله وحش. خلصنا قص، دلوقتي هنبل الشعر، نبله كويس جدا علشان هنفرك بايدينا الشعراية عشان نفردها معانا شوية عشان نقدر نشتغل فيها بصورة سليمة، يبان لنا الطويل من القصير ونبدأ نساوي عليه ونظبط له شعره بإذن الله. ننشف بقى المية ونجيب فرشة شعرها ضيق شوية ونسرح عشان الشعر ينتظم معانا بصورة سليمة. أنا واحد من الناس بحب الفرش العريضة دي جدا. نقسم تاني ونعيد على الخط اللي عملناه بالمكنة، نعيد عليه بالموس عشان الخط يبقى واضح. ننضف بقى، نعمل الزاوية اللي فوق دي، الموس هو اللي بيرسم شكل الحلقة. وكان عايز سوالفه طبيعية، ما كانش عايزها عريضة قوي، ما كانش عايزها رفيعة قوي. هنا احنا ما قطعناش السوالف اللي احنا لسه هنحدد الدقن، وهنعمل حلقة كاملة بإذن الله
على تحديد الدقن وتدريج الدقن. هنا الحتة اللي ورا ديت منخشش فيها قوي عشان الناس ما بتحبش إنها تكون واسعة. وننضف الرقبة كويس جدا من الشعر الزيادات اللي فيها. الداير بتاع السالف دوت لازم يا جماعة يجي يعني مدور، ما يبقاش مربع. في ناس كتير قوي بتعمله مربع، احنا مش عايزينه مربع، ده بيكونش شكله حلو. ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نعمل السالف على طبيعته علشان خاطر يبقى شكله حلو، عشان كمان بعد يومين 3 من الحلقة لما يجي الشعر ينبت ما يبقاش لونه اخضر ووحش والزبون ينفر منه. لما تعمله على طبيعته مش هيكون في شعر كتير متاخد، وهيبقى شكله احسن وافضل. هنا الزبون بعد ما غسلنا له شعره وغير وجه بنعمله استشوار. نشف بقى الشعر بدرجة حرارة متوسطة، وفرشة سنانها واسعة شوية علشان الهواء يتغلل ما بين أسنان المشط أو ما بين أسنان الفرشة وينشف الشعر بصورة صحيحة. هنجيب بقى البكرة رقم 2 ونبدأ نلف الشعر. البكرة الرفيعة ديت طبعا عشان خاطر شعر الزبون قصير، فاحنا هنجيب البكرة الرفيعة دي عشان الشعر يقدر يلف معانا ونسخنه كويس من غير ما نلسعه في فروة راسه. نراعي إن احنا نخلي السخونية اللي خارجة من الاستشوار للجزء العلوي من الفرشة مش للجزء السفلي، لأن احنا لو عملناه من الجزء السفلي يبقى الهواء هيجي في فروة راس الزبون فهيتلسع، فمش هيحب إن هو يعمل استشوار تاني تحت إيدك. فلما احنا نعمل الاستشوار في الجزء العلوي من الفرشة زي ما حضراتكم شايفين في اللقطة دي، الهواء ما بيوصلوش أصلا تحت، فهيحب إن هو يجي يعمل استشوار مرة واتنين وتلاتة وعشرة. واحنا بنلف بالبكرة نسحب نسحب الخصلة اللي احنا ماسكينها بالبكرة لقدام شوية عشان نأكد إنها اتفردت. نشد ونيجي عند آخر طرف ونلف لفة، نشد الخصلة ونيجي عند آخر طرف ونشد ونلف لفة، بحيث إنها تدينا الارتفاع أو نظبط بيها الارتفاع اللي احنا عايزين نخلي الشعر هايش لحده. ده الكيرف اللي هيترفع أو الجنب اللي هيتعمل بومبيه. النقطة البيضاء دي يا جماعة قشرة. نراعي جدا إن الزبون ما يتلسعش، وفي نفس الوقت الشعراية تتفرد معانا بالسخونية كويس أوي. ننظم بقى الشعر كله بالفرشة الواسعة بعد ما نخلص، ونبدأ نحط بقى كريم التلميع. لو استفدت من الفيديو اضغط لايك، ولو ما اشتركتش في القناة وأول مرة تشوف قناتنا اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. وياريت أعرف تعليقاتكم وهنرد عليها إن شاء الله، وكلنا بنتعلم من بعض. نحط مثبت الشعر علشان خاطر هو عنده مناسبة والشعر لازم يثبت معاه لفترة أطول. السلام عليكم ورحمة الله.